اشتهر في يعني في إضافة الكريستال إلى التصاميم الديكورات المنزلية والأزياء وما إلى ذلك. فربما من كثر حبه وعشقه لميسي قام بعمل لوحة بورتريه له بقميص برشلونة من الكريستال الشوارفسكي، لذلك يطلق عليه سيد بلينج بالإنجليزي، يعني شيء اللامع. فهو يحب الأشياء اللامعة، فعمل هذه اللوحة اللي قيمتها 50 مليون 50 مليون دولار وأهداها لميسي. شوف، هو في يعني جانبين، ربما فعلا هو يحب ميسي ومعجب به وكذا، لكن من جانب الآخر هناك شهرة قد يحصل عليها هذا الفنان الذي يقوم بإهداء يعني لاعب مثل كرة قدم مثل ميسي لوحة بهذه القيمة، يعني بيطلع أضعافها لما يشتهر ويطلب منه عمل لوحات. كيف كانت ردة فعل ميسي؟ هل هو كان يعني فرح بمثل هذه الهدية القيمة؟ الصراحة من الصور لا يبدو عليه الفرح، لا يبدو عليه أنه هو كان سعيد يعني الصورة لهذه الدرجة. ربما لأن توقيتها يعني خاطئ. ميسي يواجه قضايا في إسبانيا الآن، التهرب ضريبي وما إلى ذلك، ومطالب بملايين اليوروات. لأن العملات يهمني التفكير في الموضوع هذا. ملايين اليوروات لازم أنه هو يعني يدفعها كضريبة خلال 3 سنوات، فتوقيتها شوي غلط، يعني لوحة ب50 مليون وهو فلم يبدو سعيدا جدا بهذه اللوحة. بس في أكثر من غلط، اسمحي لي ندى، يعني فنان كولومبي يهدي لوحة بقيمة يعني كولومبي لديه 50 مليون دولار، هذه أيضا يعني تأخذ رد، وكولومبي يهدي لوحة وليس شيء آخر. 50 مليون يعني ليس مليون، يعني 50 مليون يعني ترجع تندفع له 50 مليون على فكرة. يعني هو الإهداء مو ببلاش. بس شوف، هو لا يختلف اثنين، هو أفضل لاعب في العالم، حاصل على أفضل جائزة أفضل لاعب يعني في العالم 4 مرات، هداف تاريخي لبرشلونة وإلى ذلك. لكن الهوس من المحبين أيضا لم يتوقف عند الكولومبي، يمكن هاي يعني ثاني سابقة، لكن السابقة اللي قبلها أو أنه لم تحدث لأي لاعب كرة القدم كمتشاهد، يعني صنعوا قدم ميسي من الذهب. صحيح. اليابانيين عندهم حب شديد لميسي، ربما يمكن لنا يشبههم، يعني قصير القامة، قريب منهم، سريع في تحركاته في الملعب مثلهم، فيحبونه. يعني تعرف اليابانيين كل اختراع طلع صار في اليابان في الرياضة وفي كرة القدم كان ميسي هو اللي هم تنبؤوا بظهوره. هم يعني رسموا كابتن ماجد وبعدين تنبؤوا بظهور ميسي. فهي ليست سابقة بالنسبة لميسي من ناحية الهدايا الغريبة التي يعني لم يكن لها سابقة. بقيمة 50 مليون دولار من كولومبي، بلد بتعرفي كولومبيا بماذا مشهورة؟ مشكلة المخدرات والمخدرات. صحيح. فقيمة الهدية قد تثير بعض الشبهات بالأثاث والأزياء، يعني هذا الكولومبي. طيب خلاص كويس.